غية الحمام فيها فرد جرار، وفيها فرد فضلي، وفيها فرد طفيف، وفيها فرد حمام ابن الغية عمره سنين ومتربي فيها ومتعود على كل اللي انت بتعمله معاه، اللي هو يطلع يقف على الظهر يستعدلك اي فرد حمام ضريبة مش عايز يروح ناحية الطارة، واول لما بيستعدله بياكل الطارة على طول على وشه مع فرد الحمام. تمام. احلى واجمل صباح صباحكم رجاله اخواتنا وحبايبنا، اجدع غواي واجدع نشيشه في الدنيا. زي ما كلنا عارفين يا رجاله، الغيه غيه حب وكلنا بنكمل بعض، وهنبداوا الفيديو بالصلاه على حضره جمال النبي. داخل لي اخ كويس يا رجاله بيقول لي عندي فرد بيقطع بالغلط. تمام. زي ما كلنا عارفين يا رجاله، النش في يوم حلو ويوم وحش، ويوم بتقطع محمل ويوم بيتقطع منك بحمام. تمام. واليوم اللي بتقطع مثلا وحش بتبدأ اللي انت تردد حمامك تاني عشان تطلع تتعلق والحمامتين يطلعوا يلموا بقية خواتهم وكل الكلام اللي احنا عارفينه. فرد الحمام يا باشا اللي بيقطع بالغلط ومثلا بيكون لسه متعودش على النش، ده بيبقى مثلا بنسبة احتمال مثلا 70-80% بيبقى شاب عيل صغير ولسه مش متعود على النش ومش متعود على المرمطة بتاعت النش. وزي ما كلنا عارفين برضو الضلمة غول، والشاب الصغير في نش التماسي لو انت مش مؤسسه صح وعامل معاه الصح وكامل متكامل هياخد على عينه. ده اللي احنا نعرفه يا جدعان في نش التماسي. عندنا بص شاب شبه ده، شاب شبه اللي انت شايفه ده. تمام. ده عيل صغير بس انا كنت عامل معاه الصح هو واخواته اثناء فترة جريهم. اتقطع مني في اول الرمي يوم بالغلط. تمام. فانا بدأت اللي انا اركز معاه. طبعا النش خلص والحمام قطع والحمامتين في الدورة فوق دماغي، وفرد الحمام ده لسه ما جاش. بعد اذان المغرب بحبه ببص لقيت الفرد جاي فوق دماغي زي الطوبة في العالي دي، راح رامي نفسه في وسطهم. طبعا اول مرة الفرد يتقطع بيها بتغفر له، لكن تاني مرة بتبدأ اللي انت كغاوي حمام تصحاله. تاني مرة بعدها بكام يوم برضو اتقطع بيه وجالي متأخر، رحت انا مبيته من غير كلفة وفتحته تاني يوم. جه وقت القطعة بتاعت الحمام لقيته في اول الحمام اللي عايز يقطع عشان انا ماسك عليه كلفة. تاني يوم اديته نص كلفة وما فتحتهوش في الاولى، فتحته فوق دماغي اللي انا هديه بس شوية عشان انا كان عندي في تساقيط وفي بوظان وممكن الشاب الصغير ياخد على عينه. فالمقصود من الكلام يا حبيب قلبي، الفرد اللي بيقطع مرة واتنين وهو شاب صغير بتبدأ اللي انت تصحاله. قطع اول مرة بتغفله، تاني مرة بتبدأ اللي انت تشتغل عليه وتشتغل، بتبدأ بقى انت تشوف اللي مطلوب منك مع فرد الحمام. اليوم اللي بقولك عليه قطع برضه وجالي متأخر انا بيته من غير كلفة وبيته يوم اديته نص كلفة وفتحته فوق دماغي ما فتحتوش في الاولى. واليوم اللي نويت اللي انا هفتحه في الاولى اعطيته نص كلفة وبدأت اللي انا اشتغل على فرد الحمام واحدة واحدة لحد ما نشطت له الذاكرة تاني وبدأ يا باشا زي ما انت شايف فرد الحمام بيطلع كل يوم مع اخواته وينزل. كل اللي عليك هي خطوات بسيطة تتبعها مع الشاب، لايك وشير وكله في الخير وعلى الله ان شاء الله. قلنا الجرار والفضلي والطفيف وفرد الحمام ابن الغية اللي لو معاك فرد حمام واقف على الظهر مش عايز يتحرك بيطلع يودولك على الزاوية دي او الزاوية دي الفيديو الاخير. تمام. احلى واجمل صباح صباحكم رجاله اخواتنا وحبايبنا، اجدع غواي واجدع نشيشه في الدنيا. طبعا دخلوا اخواتنا ياما قوي طالبين ترجمه للفيديو. تمام. عليه كل اللي انتوا قلتوه ده يا جدعان، اللي انتوا طالبين ترجمه للفيديو انا مش فاهم، بس ما عليا اللي انا مثلا راجل بقدم محتوى انا هطلع اشرح لك ايه الحمام اللي انا اتكلمت عليه. بس مع احترامي ليك انت طالما ما فهمتش الكلام اللي بيتقال يعني انت كده ما تعرفش يعني ايه غية حمام، واحنا بكل احترام هنطلعوا نوضحوا لك ايه هو الحمام اللي احنا اتكلمنا عليه، سواء الجرار سواء الطفيف او الفضلي او فرد الحمام ابن الغية اللي يطلع يستعدل لك اي فرد حمام على الظهر مش عايز يروح ناحية الطارة. اول الكلام يا باشا، الغية زي ما انتوا كلكم عارفين بيبقى عبارة عن سرب حمام متكون. تمام. السرب دوت بيبقى ليه قائد او اتنين او تلاتة كلهم اخوات في قلب بعض. تمام. القائد دوت بتاعهم اللي بيبقى ماشي في اول السرب وبيسوقهم هو دوت اللي بيتطبق عليه لقب اسم جرار، لقب اسم جرار اللي بيبقى قائد السرب. تمام.
تاني حاجة الفرد التطفيف. الفرد التطفيف اللي بقولك عليه دوت لما الحمام كله بيجي ينزل على الظهر اخر اليوم، الفرد التطفيف دوت من دون عن الحمام هو اللي يفضل يلف لوحده كده كام لفة لحد ما يبدأ يطمن ويعرف ان هنا مكانه وينزل. تمام، ادي كده قلنا الجرار والتطفيف. فاضل لنا الفضلي. الفضلي دوت برضو بيبقى فرد حمام من ضمن السرب، بس هو الجينات بتاعته وكيفه كده ان هو ما يجيش مع اخواته، هو يفضل بره مثلا مع السرب اللي هو كان شاكك معاه لحد اخر اليوم، وقبل مثلا ما يجي وقت نزول السرب اللي هو كان معاه يبدأ يفتكر ويبدأ يجمع تاني الذاكرة ويبدأ يجي على بيته يجري. دوت الفضلي. الفرد الاخير اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا بيطلع يستعدل لك اي فرد حمام، ده مثلا انا النهارده معايا فرد غريب واقف على الظهر، والفرد واقف في الحته دي ولا عايز يجي كده ولا عايز يجي كده. تمام، بضطر ان انا اطلع فرد الحمام دوت عشان يمشي لي فرد الحمام يوديه مثلا هنا يا هنا يا هنا، وابدا انجز نفسي واخلص يومي. وصلت يا رجاله؟ الغيه غيه حب ورجوله وجدعنه وكلنا بنكمل بعض. وغيه الحمام الكلام فيها مصطلحات ياما وفي مسميات للحمام ياما، فانت باشا لو مش غاوي مش هتفهم الكلام اللي احنا بنقولوه. الصباح صباحكم والهوا هواكم، والغيه غيه حب ورجوله وجدعنه وكلنا بنكمل بعض. ولايك وشير وكله في الخير، وعلى الله ان شاء الله.